صباح الخير. توضيح عن الفيديو اللي فات بتاع اللغة المصرية القديمة. أنا قلت مفيش حاجة اسمها بتتكلم هيروغليفي، وكان قصدي إن الهيروغليفي دوت مش لغة، ده مجرد خط بيعبر عن لغة اسمها المصرية القديمة. زي بالظبط مفيش حاجة اسمها بتتكلم رقعة أو بتتكلم نسخ أو بتتكلم ثلث أو بتتكلم كوفيت، لكن بتتكلم عربي وبتعبر بيه عن الخطوط ديت. لسبب ما أنا مش عارفه لحد دلوقتي الناس فهمت إنه مفيش حاجة اسمها لغة مصرية قديمة، وإنه اللغة العربية هي تطور للغة المصرية القديمة. يا جماعة مفيش حاجة اسمها كده خالص. الشيء الوحيد اللي بيربط المصري كلغة بالعربي كلغة ان هما الاثنين من اصل افرو اسيوي، وده راجع للمكان اللي هم موجودين فيه، لكن هم مختلفين تماما في كل حاجه تانية. بالتالي لما اقول حاجه زي كده ده كلام مش منطقي ومش مفهوم، ومش قادر افهم ازاي الناس فهمت كده. وفي برضه اللي جه قال لي انه ابن وحشيه النبطي هو اللي فك اللغه المصريه القديمه، والناس متنكره مجهوده. لا، هو مش متنكرين مجهوده ولا حاجه، هو عمل مجهود، الراجل يشكر، بس هو لم يوفق في اي حرف، ما فكش اي حرف مظبوط. وفي اللي راح نظريه مؤامره ان المقصود باللغه المصريه القديمه كلام تاني خالص غير اللي احنا عارفينه دلوقتي، وهم معتمين علينا وهو مش عارف ايه. فيعني شعورك بالانتماء للعروبه ده ملوش علاقه خالص باللغه، انتمائك وانت حر فيه، لكن هو ما يجبرش العلم ان هو يمشي وراء انتمائك. هل انت مستتر تكون مصري ومش جاي مش قادر تحس انه ما ينفعش تكون لغتك ديت لغه بيتعبر عنها منها لنفسها، فلازم العربي هو اللي يشيلها عشان توصل للناس؟ لا يا جماعه، نظريه المؤامره بتمشي في حاجات كتيره قوي، لكن ما بتروحش في اصول الامور للدرجه دي. اقبل الموضوع زي ما بيتقال لك كده. اللغه المصريه القديمه لغه قائمه بذاتها، تعبر عنها باربع خطوط: هيروغليفي وهيراتيقي وديموتيقي وفي الاخر القبطي. لكن المصري القديم كلغه ملوش دعوه خالص بالعربي.